طبعا نسخه رمضان. تمام، النسخه دي يعني حاجه بص جامده فوق الجمدان بكتير. النسخه ركز معايا في الفيديو علشان تعرف مميزات النسخه، والنسخه ما تتحرقش منك. انت بقى اللي هم من بتوع انتش واجري بقى، واللي انا اخد لينك النسخه واخد الفيديو بقى واطير النسخه من غير باسورد، عشان في ناس كتير زعلت ان انا بعمل النسخ بباسورد بقى وبتاع والكلام ده كله. ركز معايا، الفيديو كله مش هياخد حوالي 8 دقايق 7 دقايق، يعني مش هياخد وقت كتير. ركز في الفيديو عشان ايه؟ تعرف تشغل النسخه والنسخه ما تتحرقش منك. النسخه لو اتحرقت منك ما تجيش بقى تخش وتيجي تقول لي النسخه محروقه ونسخه بتاع، عشان في ناس هبدت وبتقول لي النسخه محروقه ونسخه بتاع. اول حاجه مش هقول لك على مميزات النسخه دلوقتي، تمام؟ ادي ابعت لك اسمه ده اللينك بتاع النسخه، هيبقى ايه زي كده مثلا، تمام؟ مثلا شبيه لده، تمام؟ هتيجي تدخل كده، تدخل على اللينك كده اللي انا هسيبه، تمام؟ ركز في الفيديو كويس عشان النسخه لو اتحرقت ما تجيش تيجي تقول لي النسخه محروقه والنسخه متزفته، والنسخه عشان في ناس دخلت كتير بتقول لي النسخه متزفته والنسخه ايه وبتاع. بص، النسخه واجهه اللينك هيجي لك بالمنظر ده. مش هي دي النسخه. اول حاجه عشان تحمل النسخه او النسخه ترضى تتحمل معاك لازم تشترك في القناه او تدوس كده. انا طبعا صاحب القناه فمش هعرف اشترك فيها لان انا صاحب القناه، تمام. النسخه تجيلك بالكلام ده، تشترك وتفعل زر الجرس. قبل كل ده، اول ما تفتح اللينك ركز معايا بعد اذن حضرتك، ركز معايا. طبعا ايه هتجيلك علامه الصح دي او النص ده، يعني ايه نص التحميل بدأ. هتدخل تعمل لايك للفيديو اللي هينزل لنسخه رمضان، لازم تعمل اللايك عشان النسخه ترضى تبقى مظبوطه معاك. هتيجي تعمل لايك مثلا، هتعمله كده مثلا، هتبقى كده، اعمله كده عشان النسخه ترضى تثبت معاك، او النسخه تفضل اللينك يفضل ايه معاك كده، تمام. طبعا هترجع هتلاقي اللينك ده عمل، هتيجي تنزل تحت وتدوس هنا بعد ما انت اشتركت وعملت اللايك. ده اجباري، اللينك ده اجباري لازم تعمل، ما تعملش نفسك نسخه عشان النسخه مش هتتحمل معاك والنسخه مش هتتحرق. هتدوس كده، تمام. هيجيب لك ايه اللينك المباشر. انا طبعا عشان معايا البرنامج ثانيه واحده، هيجيب لك اللينك المباشر، هتدخل تحملها على طول، استيراد او حفظ على الجهاز. هي مش هتجيلك بالواجهه دي، تمام. انا عرفتك طريقه التحميل بس مش اكتر. اول حاجه بقى نخش على النسخه دي الايقونه بتاعتها، دي الايقونه بتاعتها. بص، اول بقى ما تيجي تفتح النسخه وتتثبت معاك، النسخه دي واتساب اعمال مش نسخه متجر. يعني انت لو عندك نسخه واتس اعمال اللي انت بتنزلها من المتجر تمسحها. اول ما تيجي تفتح النسخه تدخل على 3 نقط عشان النسخه تبقى ظاهره معاك بالشكل ده. لو لاحظت هنا الدردشه، المجموعات، الحالات، هي دي طبعا مش واجهه النسخه. ثانيه واحده، هتيجي تدوس على 3 نقط وتغير وتغير اللغه بتاعت النسخه، لغه التطبيق انا حاطط لك فيها ايه اللغات. هتيجي تدور هنا على اللغه الانجليزيه، لازم تعمل كده عشان النسخه تبقى شكلها جمدان معاك، او النسخه تبقى شكلها جامده حلوه معاك. تيجي هتلاقي كل الحاجات دي ظهرت، تغيير لغه النسخه وتعملها للانجليش، تمام. دي صورتي طبعا، البيك بتاعتي، وهنا معلومات بقى ايه شويه كلمه كده ايه تبقى تقراهم بعدين، يعني مش شرط، تمام. من كلمه الدردشه اللي كانت موجوده هنا هيظهر لك الشتات، الرومات، الاستيت، الكولات، وكل ده كله، تمام. النسخه دي حاجه نسخه طرش بامانه، يعني النسخه دي جميله قوي، نسخه اعمال. انا بقول النسخه دي اعمال مش نسخه متجر، تمام. مميزات النسخه دي حلوه. اول حاجه انا هفصل ده كده، هتيجي تخش على الشات زي ما عرفتك طريقه اللينك. لو دوست كده، انت انا رمضان جاي، انا نبي يا عم. انت انا رمضان جاي يا عم. انت انا رمضان جاي يا عم، انا نبي يا عم.
طبعا لو جيت لو دوست على الريك مش شرط، لو دوست على الريك كده هيظهر لك التراك او الاغنيه بتاعت رمضان. انت انا رمضان جاي يا عم، انا النبي يا عم. بص مش عايز اطول في وقت الفيديو، تدخل المميزات بتاعت النسخه، الخصوصيه دي الخصوصيات البلس اللي هي في اخر ظهور زي ايه اي نسخه بلس اللي هي زي بتاعت الذهبي والكلام ده كله. تمام، دي انتوا عارفينها. قفل الواتساب ده انت لو عايز تعمل له باسورد والحاجات الحاجات دي. مسح البيانات ده انت بقى لو عايز تعمل حذف للنسخه تمسح كل الشتات والستوري كل حاجه كأنك فاتحها من اول وجديد. ده انت لو بتاع اشير يعني وكده. اضافات روسيا برايم، هتيجي تخش هنا عندك هنا كام؟ كل دي خطوط ايفون 64 خط ايفون، يعني حاجه بص جامده. صوره برايفت في المسج. يعني اقول لك تيجي تحط صورة، لو انت بقى بتحب تحط صورة البروفايل بتاعتك جوه الرسائل بتاعت المسج. فصل الشتات عن الرومات، انت لو عايز تعمل الشتات لوحديها والرومات لوحدها او الجروبات لوحدها هتفعل ده. انا طبعا مفعله. اظهار وضع الطيران ده علامة الطيارة. اخفاء الارشيف اللي هي الايه الحاجات اللي انت بتخفيها من الارشيف، يعني تيجي تخفي محادثة تخفي بتاع. اظهار حالة في واجهة الشات، يعني اقول لك لما تيجي تدوس على لو جيت فعلتها ودوست على بروفايل اي حد هيظهر لك الستوري بتاعه، بدل ما لسه تيجي تدخل على تدخل على الستوري بتاعه وتتفرج، دي بتظهرها على طول. تمام، انا مش مفعلها، انا مش عايز افعلها. تمام، الفيديو مش عايزه اظهار اشعار من اونلاين. يعني اقول لك مثلا لو حد فاتح وانت عايز تعرف مين اللي فاتح بتفعل ده اظهار من اونلاين. دي بقى ايه؟ عدم ظهور اونلاين واخر مره فاتح امتى. ده انت لو عايز تعمل اخفاء ان مفيش حد يعرف ان انت كنت فاتح امتى. دي اظهار علامه بعد الاستيكر. يعني اقول لك انت دلوقتي بعت ستيكر في الشات او لو بعته لحد، لو جيت هنا لو جيت فعلته هتاكد عليه، يعني تدوس اوكا ارسال او لا. اظهار جميع منشن في البار. المنشن هتيجي تعمل منشن في البار. تمام، منشن هبقى اوريه لكم بعدين، بس عشان مش عايز ايه الفيديو يطول. عدم ظهور بايو في الشات. البايو اللي هي الاخبار اللي هي زي النمبر والكلام ده. عدم ركات في المسج. الركات اللي انت تيجي تعمل تفاعل على المسج زي القلب زي البتاع الكلام ده، دي بقى بتمنعها. دي الركات. يعني مثلا لو جيت عملت كده ودخلت على اي شات وعملت تفاعل، انا بوريكم بس عشان مش عايز اطول في الايه في الفيديو عشان اصلا في الشارع. النسخه من غير باسورد ده لاخواتي، عايز اشوف تقدير. لو دوست هنا ضغطتين هيجيب لك العلامه اللي انا لسه ضايفها، اللي انا لسه ضفتها دلوقتي. تمام، هتيجي تخش تاني. دي الاضافات. بص انا هسيبك تعيش مع النسخه، يعني النسخه طرش بجد. نسخه رمضان دي جميل قوي. تمام. الميديا دي اللي هي جوده الفيديو. لو حد مثلا انت عايز جوده عاليه جوده واطيه على حسب زي ما انت عايز. انا حاطط لك فيها الجوده ان ايه، لو حد بعت لك فيديو او صوره تيجي لك ان هي بجوده عاليه او واضحه. ده قناتي، خش شوف العظمه. ده لينك قناتي، هيظهر لك لينك قناتي هنا. تمام، انا مش عايز اطول. ادخل كلمني وقول لي جاي من نسختك وفرحني. ده لينك شاتي. تمام، ده لينك شاتي. ده انت لو عايزتني في حاجه ولو انت بقى من بتوع السوش وكده ونسيف بعض بقى والكلام ده كله. اللينك نسخه من غير باسورد اهو. ده شاتي اهو، النسخه من غير باسورد. يا رب تكونوا نسخه. ودي خلفيه الشات بتاعت النسخه. قبل كل ده لازم تخلي النسخه انجليزي عشان الترجمه تظهر. ورب تكون النسخه عجبتكم، وباذن الله عايز اشوف تقدير في النسخه دي لان انا فعلا تعبان فيها. جيست طرش بدل كلمه الان. النسخه بتعمل ريب عادي. النسخه بتعمل ريب عشان ما حدش يجي يقول لي الريب محروق اهو. الريب اهو. جيست طرش بدل كلمه الان.
يعني اللي نزل صوره الان بقى والكلام ده. ميزه ايه الريكورد؟ ميزه الريكورد في الشات. طبعا النسخه عظمه، النسخه من غير باسورد، بس لازم تتفرج على الفيديو كله عشان تعرف.